بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل من صلى وصام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، يقول الحق جل وعلا في محكم تنزيله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله تعالى خص شهر رمضان بجملة من الخصائص والفضائل ميزته عن باقي الأشهر، ولعل أهم هذه الخصائص والفضائل لهذا الشهر الفضيل أنه شهر شرف بنزول القرآن فيه، وكان هذا في ليلة القدر من رمضان، وهي الليلة التي كان فيها النزول الأول للقرآن، وكان نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال أيضا في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في 1000 شهر مما سواها، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. في هذه الليلة تنزل ملائكة الرحمن، فهي ليلة الفرقان والغفران والعتق من النيران، ليلة من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد. ومن خصائص هذا الشهر أن الله تعالى اختصه بفريضة الصيام، فهو أحب الشهور إلى الله وأعظمها مكانة عنده. كتب الله على عباده فيه فريضة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام، واختار لها هذا الشهر الفضيل والموسم الكريم. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن خصائص هذا الشهر أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. يغفر في رمضان ما لا يغفر في غيره، يغفر في رمضان كل الذنوب وإن عظمت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إيمانا أي إيمانا بالله وتصديقا بوعده، وقوله احتسابا أي احتسابا لثوابه وأجره. فحري بالمؤمن الصادق الذي أدرك رمضان أن يغتنمه بتوبة صادقة، فيجدد العهد مع الله بأن يلتزم طاعته ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه ويستقيم على دينه حتى يلقاه. ومن خصائص هذا الشهر مشروعية القيام وما فيه من عظيم الأجر والثواب وتكفير السيئات وإقالة العثرات. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. في هذا الحديث إشارة إلى أن رمضان فرصة للمحسن أن يستزيد من الخيرات وللمقصر أن يستدرك ما فات. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، يعد من أعظم الحرمان وأشد الخسران أن يبلغ المرء شهر رمضان ثم يخرج هذا الشهر دون أن ينال فيه العبد غفران ذنبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. رواه الترمذي. ولله در من قال: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. وفي هذا الشهر الفضيل تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. يقول نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. فهذا الحديث
دليل على فضل شهر رمضان وعظم خصائصه. ففي هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وذلك لكثرة الخير في رمضان وزيادة الإقبال على أسباب المغفرة والرضوان. ومن خصائص هذا الشهر الكريم أنه شهر الجود والسخاء والبذل والعطاء، وشهر الإحسان يجود الله فيه على عباده بالمغفرة والعتق من النيران. والجود صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فرسولنا الكريم كان يجود بعلمه وماله ودعوته ونصيحته. ومن خصائص هذا الشهر الفضيل استجابة الدعاء، ودعاء الصائم كما هو معلوم مستجاب خاصة عند الإفطار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، رواه ابن ماجه. وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، رواه الترمذي وابن ماجه. فالدعاء أيها الأفاضل أيتها الفضليات مطلوب منا في كل الأوقات، في السراء والضراء وفي العسر واليسر. والله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، لقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وما أكثر النعم والخيرات والمنح والبركات التي أودعها الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، فخيراته عظيمة وبركاته جسيمة. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فحري بنا أن نغتنم هذا الشهر الفضيل، وأن نجتهد فيه بالطاعة والعبادة وبكثرة الدعاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتصدق على الأيتام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.